أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتحدث بشيء مختصر عن النبي إدريس عليه السلام، لأنه في الحقيقة من الأنبياء الذين لا يذكرون إلا قليلا، مع العلم أنه مذكور في القرآن الكريم. وهناك الكثير من الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بحق هذا الرجل العظيم، وكذلك ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث ورد في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ومن المعلوم أن النبي إدريس لا يعلم هل إنه متوفي، هل توفاه الله. الوارد في القرآن الكريم وحسب ظاهر القرآن الكريم، وظاهر القرآن حجة طبعا، وأهل التفسير يعرفون ذلك. لم يرد ذكر الموت في القرآن الكريم إطلاقا عن النبي إدريس عليه السلام، بل الذي ورد أنه رفع مكانا عليا. والرفع معروف أنه يرفع من مكان إلى مكان، فقيل في بعض الروايات أنه رفع إلى السماء الرابعة، وقيل أنه رفع إلى السماء السادسة. هذا بما يخص ظاهر القرآن الكريم. الروايات قالت وأكدت وأيدت أنه رفع إلى مكان عال، وهو إلى السماء الرابعة أو إلى السماء السادسة. هذا من جهة. من جهة أخرى ورد عن إدريس عليه السلام أنه قد توفاه ملك الموت في بين السماء الرابعة والسماء الخامسة، ولكن ليس بالموت كما يموت الإنسان في الدنيا، بل ذاق مذاق الموت، لو صح التعبير، ذاق مذاق الموت وأكمل مسيره حتى دخل إلى الجنة، لأنه هكذا ورد في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت، أي هناك ذائقة للموت، كما يعبرون الآن مثلا هذا الأكل مر، طعمه مر أو طعمه حلو أو حامض أو غير ذلك. وورد في الروايات عن أناس تحدثوا عن الموت إن له مرارة تبقى في حس الإنسان وعند الإنسان الميت. فإدريس عليه السلام ذاق ذائقة الموت، لو صح التعبير، ولكنه لم يمت. ونحن نعلم أن السماء ليس فيها موت الآن،
يعني من خلال الروايات ومن خلال ما يذكر، لكن سيأتي يوم لا يبقى أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك ورد عن إدريس عليه السلام أنه كان صديقا نبيا، فأثبت القرآن الكريم النبوة لإدريس. وطبعا الفترة التي جاء فيها النبي إدريس هي بعد النبي آدم عليه السلام وقبل نوح، ولا يعلم يعني حسب اطلاعي على الكتب التاريخية وغيرها أن له شريعة معينة أو أن لديه كتاب معين، بل ورد أنه كانت لديه صحف، والصحف تختلف عن الكتاب كما يعبرون. وطبعا مؤكدا كان يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الحق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهناك الكثير من الروايات التي سجلت هذه المواقف الإلهية لهذا الرجل العظيم العالي القدر عند الله سبحانه وتعالى. وهناك من يذهب إلى أن إدريس عليه السلام قد صنع حضارة أو غير ذلك، وهذا ليس مهما في كلامنا، هذا ليس مهما يعني إثباته أو غير إثباته، لأنه يكفي في الأنبياء أنهم أرسلوا من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا كافي جدا. حينما تريد أن تتكلم عن أي نبي من الأنبياء، أنت حبيبي مو تجي يعني حتى أنه يلائم الذوق البشري تقول والله أنه كان صاحب حضارة وصاحب كذا وصاحب كذا حتى الناس مثلا تقدره وتقيمه، هذا مو صحيح. الأنبياء يقدرون ويقيمون لأنهم رسل الله، وهذا كاف جدا، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه الله محمد وعليه. أنبياء الله مكرمين معظمين مشرفين، غصبا على اللي يرضى والما يرضى. ولكن النبي إدريس لديه خطوات قام بها، وهو صاحب فضل على البشرية من هذه الناحية، فهو أول من خاط ولبس الثياب. في المرحلة التي كانت تسبقه كان الناس يلبسون الجلود، ولكن إدريس عليه السلام هو أول من لبس الثياب وخيطها بإيده مثل ما يعبرون، فتعلمت الناس منه هذه المهنة وهذا الشيء. فكل واحد يلبس له ثوب يلبس له كذا، لإدريس فضل عليه. ولا تتعجب من هذا الأمر، لأنه البشرية كانت تمر بطور الطفولة من هذه الناحية. حبيبي الطفل يعرف شنو يلبس؟ لا، إلا إذا علموا أهله أبوه وأمه ما يحيطه من المجتمع يشوف ويتعلم. فكانت البشرية في ذلك الزمان تمر بطور الطفولة، وكأنما أطفال من هذه، من الناحية العلمية ومن الناحية الذوقية ومن الناحية الفكرية. حتى أن السيد الشهيد الصادق قدس سره كان يقول عن نبوة النبي آدم إنها نبوة قبلية، يعني على نفرين 13 لا أكثر ولا أقل. وكذلك أنه قال بأنه لا نعلم أن للنبي آدم عليه السلام كتاب أو رسالة أو كذا، لأنه كانت البشرية من الناحية الكمالية
كما أعبر يعني تعبير القاصر في طور الطفولة، يعني فهمها قليل، فهمها بسيط، ثم بدأت بالتكامل التدريجي حتى جاء النبي إدريس عليه السلام، فهو أول من علم الناس لبس الثياب. وهو كيف تعلم؟ طبعا تعلم بتعليم السماء، فيعود الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي علمنا وعلم إدريس عليه السلام كيف يصنع الثياب ويستر نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في هذا الشيء. كذلك هناك يعني أستطيع أن أسميها مرحلة في زمن إدريس عليه السلام، حقيقة كانت موجودة وتذكر في كتب الروايات وكتب التاريخ، إن الملائكة كانت ترى من قبل الناس، يعني يشوفونهم، يسلمون عليهم، ويقعدون وياهم ويسولفون وياهم، مثل ما أنا وأنت واحد يشوف الثاني. ففي زمن إدريس كانت الملائكة مرئية من قبل الناس. وورد في كتب التاريخ وبعد البحث والغربلة فيها توصلت إلى بعض النقاط المهمة، وهي أيضا مذكورة، لكن هذه الالتفاتة قد لن تكون مذكورة أو ملتفت إليها الباحثين. إن إدريس عليه السلام كان يعلم علم الحساب، يعني شلون خلينا نقول الرياضيات وغيرها. وكان إدريس عليه السلام ضالعا في علم الفلك، وأكيد إنه قد تلقى هذا التعليم، قد يكون من الملائكة وقد يكون بتعليم من الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الناحية استفاد إدريس عليه السلام من وجود الملائكة، فتعلم منهم بعض العلوم. وهذا الشيء طبعا ليس مني، إنما مذكور في كتب التاريخ أن الملائكة كانت ترى في زمن إدريس، حتى قيل أنه سمي إدريس لكثرة درسه، أي لأنه كان باحثا، لكن باحثا ليس كما يعبرون الآن في عصرنا الحاضر، إنما كان باحثا في الأمور المفيدة التي تنفع، والتي تنفع الإنسان في إيمانه وتنفع المجتمع في تكامله. وكان إدريس عليه السلام طبعا في العراق، يعني عراقي الرجل، وكان تحديدا يسكن مسجد السهلة، وفي حينه لا يسمى مسجد السهلة، طبعا بعدين سمي مسجد السهلة، لكن البيت النبي إدريس هو مسجد السهلة الموجود الآن، والذي يذكر في الروايات إن الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الطاهر الشريف سوف يتخذه سكنا له بعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه الطاهر الشريف. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل إذا الله سبحانه وتعالى أبقى الحياة.